السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا المنجوية. حلقة جديدة بشكل جديد. معانا أحد متابعينا من الأردن، الأستاذ أحمد خاطر. أهلا ومرحبا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك. من أشد المعجبين بالقناة، ولازم كنا نسأله برضو إيه أكتر حاجة بتشدك في القناة بتاعة أبو زهرة الزراعية، عشان برضو قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا. إيه رأي حضرتك يا أستاذ أحمد في القناة، وإيه اللي بيشدك في القناة؟ ما شاء الله، المحتوى يعني مرتب، بسيط، حلو، وبيفيد كل شخص مهتم في هذا المجال. يعني والله يعطيكم العافية. أنا طبعا الفيديوهات كلها من أولها لآخرها حضرتها. الله يخليك. كان في بعض الاستفسارات في بعض النقاط اللي مش واضحة، بس بشكل عام يعني أي شخص حتى لو كان مبتدئ راح يستفيد كثير. يعني أشكرك يا باشمهندس، وأنت نورتنا في مصر وشرفتنا. نورك. يعني كتر الف خيرك، يعني انت حبيت تيجي وتظهر معانا في المزارع. يعني لي الشرف والله. الله يخليك يا أستاذ أحمد. ما شاء الله، يعني مصر بلد خير واهلها اهل خير ما شاء الله. واحنا بنقول لك يعني كل شعب مصر بيرحب بحضرتك، واهلا وسهلا بحضرتك بينا في شعب في جمهوريه مصر العربيه. يا اهلا بيك. دلوقتي بقى ننتقل للفيديو بتاعنا الاساسي، وهو الاستاذ احمد كان بيسال ليه بعض الاسئله، وكان حابب يسالنا، فاحنا تحت امره في اي سؤال. يعني في اسئله كثيره، بس يعني من ضمن نبلش مثلا لو سمحت في خطوات المزارع بعد الانتهاء من المحصول، بعد جمع المحصول. يعني شو خطوات؟ يعني انت عايز تعرف بعض المعاملات او العمليات اللي بتجرى على الشجره، سواء بقى محلي سواء اجنبي. صحيح. بعد عمليه الانتاج او جمع المحصول. تمام. ولو سمحت نعرف يعني شو الشيء المشترك بين البلدي والمحلي يعني والاجنبي بالظبط، لان طبعا المحلي ليه بعض شغل بيختلف شويه عن الاجنبي. هنبدا دلوقتي بما اننا احنا واقفين في مزرعه انتاج محلي او شغل محلي، فاحنا هنتكلم دلوقتي عن الاصناف المحليه. احنا بنبدا طبعا كل صنف يا استاذ احمد معروف ان ليه ميعاد بتاعه، وده للاسف اللي بيوقعنا في مشاكل كتيره جدا، سواء في التصدير او في عمليه الغش بتاع المانجا اللي احنا بنشوفه كتير في السوق، اللي هو عمليات القمر، وبتبقى اصلا عمليات كمان خاطئه في اوقات خاطئه، والمشاكل اللي بتواجهنا مع المستهلكين بتوع المانجا. احنا النهارده كل صنف ليه ميعاد للجمع او للحصاد. ايه العمليات اللي بتجرى بقى بعد ما انا جمعت؟ دي اهم حاجه، لان بدايه الموسم بتاعي الجديد هو بيبدا من بعد الحصاد مباشره. تمام. انا النهارده حصدت الشجر بتاعي، ابدا بقى ابص على الشجره. لازم اول حاجه افكر فيها وهي اجراء عمليه التقليم. عمليه التقليم اللي بتجرى دي هي عمليه التقليم الاساسيه للانتاج بتاع السنه الجديده. تمام. او بمعنى اخر هي تقليم الانتاج. ببدا الشمراخ زي ده، انا اخدت المانجا. طبعا طريقه الجمع بتاعت الثمره المفروض ان انا ما بجمعها كده، ما ينفعش اجمعها كده، او اجمعها من تحت عشان ما تنزلش العصاره بتاعتها وتسيل وتقوم تعمل لي بعض البقع او الحاجات اللي بتبقى مش يعني ايه، بتبقى شكلها رديء ومش كويس في التسويق. فانا لما بجمعها بجزء من العنق بتاعها كده عشان خاطر ما تديليش عصاره. بعد ما جمعت الاسمار ابدا بحاجه، اول حاجه الجمع. بمسك كل الطرحات بتاعتي، باجي على متبقيات الشماريخ بقى. يعني مثلا حبايه زي كده، احنا هنقول مثلا استوت، بنجمعها كده. احنا جمعنا الحبايه بتاعتنا. تمام. خلاص. ببدا بعد كده باجي بقى بنزل على الافرع اللي زي دي. طيب. وبروح جاي مطوشها كده من تحت العود. من تحت العود. تمام. واضح. لازم اول حاجه اعملها بمسك الشجره بتاعتي، انضفها من كل الشماريخ اللي هي بتاعه الثمار اللي زي كده برضه. نعم. ومن تحت العود. تمام. اي افرع متدليه من تحت نتيجه الثمار زي كده. تمام. الافرع اللي هي متجهه لاسفل كلها دي كلها تتشال. لازم الارض، مساحه الشجره، ارتفاع الشجره عندي يبقى بينه وبين الارض على الاقل 50 سم. يعني هذا تمام. بعد ما بجمع المحصول، اقصه من وين؟ اقصه مثلا باجي على ده اقصه. والله كله. واجي هنا ابدا، انا قصيت اللي هو نازل على تحت ده. نعم. بعد ما بشيل الجمع انا بروح جاي ايه، ده متجه لاعلى، خلاص بروح جاي سايب ده اهو، يبقى انا حافظت على 50 سم. تمام. بشيل ده اهو، يبقى انا حافظت على 50 سم. تمام. واضح. تمام. اي عين مبلطه زي كده دي احنا بنسميها عين مبلطه، بنروح مطوشينها كده اهي من تحت العقده. من تحت العقده. تمام. اهي زي كده برضو، دي عين مبلطه اهي. تمام. يبقى انا لازم اعمل عمليه ايوه بالظبط. عنك ممكن اجرب انا؟ اتفضل. بسم الله. زي الفل. يبقى انا دلوقتي اول حاجه عندي بعملها التقليم. تمام. يبقى اول حاجه بشيل
متبقيات الشماريخ اللي هي كانت حامله للثمار. بعد كده بشيل اللي هو الافرع اللي انكسرت مني اثناء الجمع، الافرع المتدليه على الارض، برفع حجر الشجره لحد 50 سم. لو قلب الشجره عايز افتحه بفتحه، لان مش كل الشجر بيحتاج تفتيح دلوقتي. الشجر المحلي بقى يفضل ان انا اشيل منه الترنقات التخينه، الافرع اللي هي يعني هستاذنك تمسك دي، الافرع التخينه اللي هي زي كده دي يفضل لو انا اشيلها لا اللي اتخن من كده اللي هي جوه كده دي يفضل ان انا لما اشيلها في شهر 12. طيب. ما ينفعش اشيلها ليه؟ لان حاليا العصاره شغاله. طب بس الهدف من الازاله ايش لو انا عايز افتح القلب يعني لو القلب بتاعها مش محتاج يتفتح انا مش هشيله، يبقى ما اشيلهاش خالص. طيب انا كيف بدي اعرف؟ لكن هاجي في شهر 12 اشيله. طيب. ليه بقى اشيله؟ ممكن يكون النموات اللي هتطلع معايا في شهر 8 و9 تكون عملت غزاره عندي جوه فابدا اشيله. طب يعني متى اقرر اني انا بدي اشيل الشيء جوا، اشيل القلب؟ افضل القلب او اخليه مفتوح، اخليه مسكر؟ لو القلب عايز افتحه ده بيرجع لايه؟ لطبيعه نمو الشجره نفسها. في اشجار بتبقى يعني انا عايز اشوف هنا شجره يعني مثلا مستوى الاضاءه مثلا. ايوه بالظبط، ما هو انا الغرض من الفتح القلب ان انا ادخل اشعه الشمس جوه خلاص عشان ما اديش فرصه لاي حشرات تسكن، كل شجره كل حاله بحالتها. بس كل شجره بتجبرني على شغلها. المحلي اللي تفضلت فيه انه بشهر 12 لو قررنا بده يكون بشهر 12 في الترنقات التخينه. تمام. لكن لو اي ترنقات بسيطه، اي افرع بسيطه دي بعد الجمع. تمام. وباجي في شهر 5 او بعد شهر 5 برضو بعد الفرز بتاعي ما بيتم، وبعمل نفس الدوره. الشمراخ اللي فرز بطوشه. تمام. دي التقليم اللي هو في المحلي. بالنسبه للاصناف بقى الاجنبي الموضوع بيختلف شويه. ليه؟ لان انا المفروض باجي في شهر 6 بعمل دوره تقليم صيفي في نهايه 6 كده، بس بعملها على الاشجار اللي هي مش حامله ثمار. تمام. لكن الاشجار اللي هي محمله ثمار يفضل ان انا اجل الدوره دي بعد الجمع. بس في الحاله دي لازم اكون انا واخد قرار مع صاحب الارض لو انا هبدا اخر في جمع المحصول بتاعي ولا ابكر في المحصول بتاعي. ده بترجع لحسب ظروف الشجر عندي شكله ايه والنموات على الشجره شكلها ايه. لان لو اتاخرت على جمع المحصول في الاصناف الاجنبي فده هيؤثر على خروج النموات، وبالتالي هيأثر على الانتاج الايه بتاع الموسم القادم. تمام. دي بتختلف وممكن واحنا على الاصناف الاجنبيه نوضحها شويه. تمام. ده بالنسبه للجمع. يبقى احنا بعد عمليه الجمع اول حاجه بنفكر فيها هي التقليم. وطبعا لازم ازاله الاكروسات او التكتلات، تنظيف الشجره من النواشف، تنظيف الشجره من اي حاجه فيها ضيباك، الكلام ده كله. دي اول حاجه. اذا بين معنا التكتلات لو سمحت باشمهندس خلينا نشوف. احنا في تكتلات الخضريه زي كده، التكتلات الزهريه واضحه. دي اكروسات اهي. تمام. دي حاجات دي مشهوره في اصناف الصديقه بالذات. يعني احنا عندنا هنا مثلا ده صنف فجر كلان، يعني هي موجوده اكروسات هي دي كلها واضحة. كل ده هينزل. المفروض بينزل دلوقتي، احنا ما بنصبرش عليه الجمع، بس طبعا هنا ايه في ظروف شويه بتوقف الموضوع ده. بالنسبه للاكروس، بالنسبه للصديقه بننزل طبعا ايه 30 سم 40 سم وننزل. تمام. وطبعا موضوع التطهير المقص برضو انا عاوز انوه للحته دي. موضوع تطهير المقص طالما انا نزلت ال 30 40 سم فانا بعدت عن منطقه خطر الاصابه. يعني موضوع التطهير المقص كل شويه اعتقد ان هو مش هيبقى مجدي طالما ان انا بعدت عن منطقه الاصابه. ولكن في احيانا اصابات بتبقى بتجبرني ان انا اعقم انزل من تحت الايه الاكروس مباشره، وخصوصا اوقات التكتل الزاهر. في الحاله دي لا التطهير يعني مطلوب. طبعا ده شمراخ واضح زي ما حضرتك شايف كده، نشف مني اثناء الفرز. تمام. في شهر ايه في شهر 4 لاي ظروف بقى، ان كان برد او حر او اصابات او بتاع. ده يبقى على طول لازم في شهر 5 زي ما احنا اتفقنا اعمل له العمليه دي. تمام. عشان يجدد. في الحاله دي البرج هيديني برجين و3 و4. طبعا الاصناف زي الصديقه دي من الاصناف المستحبه في مصر، واصناف بسم الله ما شاء الله يعني. هي بس محتاج طبعا دي كلها خدوش وليست اصابه. يعني نتيجه الاحتكاك او الايه الحبايه مع الهواء وهو ايه بسم الله ما شاء الله. طعمها باشمهندس رائع بسم الله ما شاء الله. لا هي من الاصناف المستساغه في مصر والمطلوبه جدا في مصر. جدا. بعد